في قلب الجزائر، حيث تمتد الصحراء كلوحة من السكون والحياة. تتشكل واحدة من أكثر البيئات توازناً وثراء في شمال إفريقيا، صحراء لا تعرف بالقسوة وحدها، بل بالتنوع وبقدرتها الفريدة على احتضان الحياة. هنا في منطقة بريزينا بولاية البيض تتلاقى الرمال مع الهضاب، ويصنع المناخ بتدرجاته الدقيقة موطناً مثالياً لطيور الحباري، طبيعة اختارتها الفطرة قبل أن يختارها الإنسان لتكون بيئة ملائمة للإنتاج والاستدامة. في هذا المكان يقود المركز القطري لتكاثر طيور الحباري جهود الحفاظ على هذا النوع واستمراريته. السيدات والسادة الحضور مع حفظ الألقاب والمقامات والرتب، أهلا وسهلا بكم جميعا هنا في رحاب المركز. وزير البيئة والتغير المناخي بدولة قطر يتفضل مشكورا بإلقاء كلمة تحت تحية الحضور من فضلكم. وخلال مراحل تنفيذ هذا المشروع حرصنا على أن يكون نموذجا حقيقيا للتكامل والشراكة من خلال إشراك الكفاءات الجزائرية الوطنية في مختلف مراحل التخطيط والإنشاء والتشغيل وتحقيق أهداف التنمية المستدامة. تمنية لهذا المركز كافة النجاح. إن هذا المشروع لا يمثل مجرد منشأة بيئية، بل يجسد رؤية استراتيجية واعية بما يضمن نقل المعرفة وبناء القدرات المحلية واستدامة العمل البيئي على المدى الطويل. سيداتي مشاهدينا في كل مكان، تم التدشين الرسمي والافتتاح الرسمي للمركز القطري لتكاثر طيور الأحوار بولاية البيض الجزائرية. هنيئا للجزائر، هنيئا لقطر.